هل قانون الإيجار القديم ده عادل للمالك والمستأجر؟ إيه الفرق بين عقود قانون الإيجار القديم وعقود قانون الإيجار الجديد؟ وسواء كنت حضرتك مالك أو مستأجر الفيديو ده يهمك. أهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم وشاغل ناس كتير جدا في الفترة الأخيرة، قانون الإيجار في مصر والتعديلات اللي الكل بيسأل عنها. هنفهم مع بعض النهاردة ببساطة وبأسلوب قانوني واضح الفرق بين الإيجار القديم والإيجار الجديد، مين اللي هيتأثر بالتعديلات ديت المصدرة مؤخرا، وسواء كنت حضرتك مالك أو مستأجر الفيديو ده يهمك، لأن اللي هتعرفه دلوقتي هيحميك قانونيا ويخليك فاهم موقفك بشكل سليم. طيب خلونا نعرف الأول يعني إيه أصلا قانون الإيجار. قانون الإيجار ببساطة هو القانون اللي بينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. أولا القانون بيفيد الطرفين المالك والمستأجر. أولا بيحميك كمستأجر من الطرد المفاجئ أو زيادة الإيجار بدون سبب، وبالنسبة للمالك بيحمي عشان ياخد حقه في الإيجار اللي يستحقه وينتفع بالعين المملوكة ليه ماديا. يعني القانون هدفه تحقيق التوازن بين الطرفين ومنفعة مشتركة، لا ظلم المالك ولا تعسف ضد مستأجر. طيب ايه الفرق بين عقود قانون الإيجار القديم وعقود قانون الإيجار الجديد؟ في ناس فاكرة ان عقد الإيجار القديم اللي هو العقد المحدد بمدة 59 سنة، لكن المفهوم ده طبعا مش صح، لان اللي بيفرق بين عقود قانون الإيجار القديم وعقود الإيجار الجديد هو التشريع الصادر بخصوص كل واحد فيهم، مش المدة المنصوص عليها في العقد. فمثلا في عقود إيجار مدتها 59 سنة ولكنها تخضع لقانون الإيجار الجديد الصادر سنة 1996، وبالتالي لا تسمى عقود إيجار قديم إنما عقود إيجار محددة المدة. وفي عقود تانية بتكون محددة لمدة زمنية معينة ولكن تم تحريرها قبل قانون 96، بس فعليا طبقا لقانون الإيجار القديم ممتدة لما شاء الله، والمدة حتى وقتنا هذا تقدر في بعض الأحيان بعقود مش بسنين كمان. وعشان كده لازم نفرق بين عقود الإيجار حتى لا يحدث أي تداخل أو لغط بين الناس بدون أي داعي، ونفرق بين عقود الإيجار الجديد وعقود الإيجار القديم. طيب إيه خصائص كل نوع من انواع العقود دي؟ اولا عقود الايجار الجديد هي كل عقود الايجار اللي تم تحريرها بعد قانون الايجارات الجديد الصادر عام 1996، وبتكون فيها مده العقد محدده ولا تتجاوز 59 سنه، والايجار فيها بيكون مناسب الى حد ما لسعر السوق، وبيتم الاتفاق بين المالك والمستاجر على نسبه زياده سنويه لو كانت مده العقد كبيره، وبتكون فيها كمان العلاقة واضحة وحقوق الطرفين محفوظة. أما بالنسبة لعقود الإيجار القديم هي كل عقود الإيجار قبل قانون الإيجارات الصادر عام 1996، ودي بيكون فيها الإيجار ضعيف جدا، وده بيرجع لعوامل كتير. أحد العوامل دي مثلا انخفاض القيمة الشرائية للنقود، وده طبعا عبر الزمن. وبيكون فيها العقد ممتد لأجل غير مسمى، والمستأجر بيستفيد فيه بالبقاء الدائم في الشقة، ويمتد أحيانا للورثة إذا كانوا مقيمين معاه حال حياته. وهنا نسأل سؤال، هل قانون الإيجار القديم ده عادل للمالك والمستأجر؟ طيب بالنسبة للمالك لا طبعا، فالمالك في الإيجار القديم بيقع عليه ظلم كبير، وده ليه بقى؟ لأن الإيجار ضعيف وغير مناسب لمرور سنوات، والقدرة الشرائية للنقود انخفضت بشكل هائل، وقيمة العقار نفسه ارتفعت وهو ملزم بعقد ضعيف القيمة. أما بالنسبة للمستأجر فالموضوع برضو مختلف، لأن في نسبة ضخمة من المستأجرين محدود الدخل وأرامل ومطلقات وأسر بسيطة ما يقدروش يلاقوا سكن بديل بسهولة لأن دخلهم ضعيف، والإيجارات الجديدة تضاعفت قيمتها عبر الزمن بشكل خارج عن قدرتهم المالية. يعني باختصار المشكلة معقدة ومتشابكة وقديمة جدا وفيها أبعاد اجتماعية صعبة، وكل طرف ليه أسبابه المنطقية. طيب إيه اللي بيحصل بقى حاليا وليه الناس قلقانة؟ الفترة الأخيرة حصل لغط كبير قوي في مصر، فالمستأجرين كتير منهم إيجارات جديدة فاكرين إن التعديلات ديت هتمسهم، وفي نفس الوقت في ملاك بيطالبوا بزيادة بدون وجه حق من المستأجرين اللي هم أصلا خاضعين لقانون الإيجار الجديد، وما يخصهمش أبدا التعديلات اللي بيتم مناقشتها حاليا لأن دي بتخص عقود الإيجار القديم. والفيديو ده مخصوص للمستأجرين والملاك اللي وقعوا عقود إيجار جديدة بعد سنة 1996 سواء لمدة قصيرة أو لمدة زمنية كبيرة اللي هي 59 سنة مثلا. لازم حضراتكم تكونوا على علم إن التعديلات المثارة حاليا في مجلس النواب تخص العقود القديمة فقط اللي هي قبل سنة 96. يعني لو عقدك إيجار جديد بعد سنة 96 اطمن، مفيش زيادة إجبارية، مفيش فسخ عقد، مفيش خطر عليك كمستأجر، ولو مالك فمش من حقك تطلب زيادة إلا لو عقدك فيه اتفاق على زيادة سنوية، هي دي اللي هتكون ملزمة للمستأجر. واي مطالبات هتطالب بيها السكان او المستاجرين يعني هتكون مطالبات باطله وبدون وجه حق.
الخلاصة والنصيحة القانونية اللي أنا حابب أقدمها لحضراتكم قبل ما تجادلوا أو تتخانقوا مع بعض كملاك أو مستأجرين، افهموا موقفكم القانوني بدقة. لو أنت مستأجر عقد إيجارك جديد بعد قانون الإيجارات الصادر عام 96 اطمن، ولو أنت مالك شقة أو وحدة عقارية ما تتسرعش وتعمل مشاكل مع المستأجرين بدون وجه حق. وطبعا موضوع الإيجارات القديمة والجديدة موضوع كبير جدا ومتشعب، اللي اتكلمنا فيه النهارده مجرد بداية، وفي حلقات قادمة هنتكلم فيها عن مواضيع قانونية وتفاصيل أخرى مهمة جدا، فتابعونا. ولو عندكم أي أسئلة أو مشاكل قانونية ابعتوا لنا في التعليقات واشتركوا في القناة، وأنا هجاوب عليكم في قائمة التشغيل على قناتنا اللي معمولة خصيصا لإجابة أسئلة المتابعين والمشتركين. بالغ تحياتي لكم جميعا، أحمد رمضان المحامي، والسلام عليكم.